بس هو الحل في الصيام المتقطع وهيخسسني 10 كيلو في اسبوع. لا، ده انا سمعت ان الصيام المتقطع مضر جدا وبينزلك عضلات اكتر من الدهون. لا، ده الصيام المتقطع مفيد جدا وبيزود الجروث هرمون عندك، فبيزود العضلات عندك. لو وزنك زايد وعايز تخس اكيد سمعت عن الصيام المتقطع وسمعت عنه معلومات كتير، منها الصح ومنها الغلط. في الفيديو ده هنقول لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الصيام المتقطع مثبته بالدراسات العلميه، زي مثلا ايه هو الصيام المتقطع وازاي تعمله وايه الاثار الجانبيه ليه ومين اللي ممنوع عن الصيام المتقطع. فتابع الفيديو للاخر عشان تعرف كل المعلومات ديت واكتر. السلام عليكم، انا خالد اشرف، دكتور علاج طبيعي، وبرحب بيك في فيديو جديد. في البدايه لو اول مره تتفرج علينا ومش عامل سبسكرايب، انزل حالا دوس على الزرار الاحمر عشان تعمل سبسكرايب وتشوف فيديوهاتنا الجايه واللي هتساعدك وتفيدك انك تعيش بصحه كويسه ان شاء الله. خلاص عملت سبسكرايب؟ يلا بقى بينا نبتدي في موضوع الفيديو. لو وزنك زايد اكيد سمعت عن الصيام المتقطع، فخلينا نعرف معلومات صحيحه عن الصيام المتقطع. في البدايه خلينا نقول ان الصيام المتقطع مش نوع دايت، يعني مش هقول لك فيه كل كذا وما تاكلش كذا وكل كميه كالوري معينه، لا مفيش الكلام دوت، وانما هو طريقه بتحدد لك عدد ساعات معينه بتاكل فيها وبقيه الوقت بتكون صايم. بتكون صايم ازاي؟ بتكون صايم عن الاكل وعن اي حاجه فيها كالوري، يعني ما ينفعش تشرب عصير فيه كالوري، ما ينفعش تاكل مكمل غذائي مثلا فيه كالوري. كل اللي مسموح لك في عدد ساعات الصيام هو الميه، تشرب ميه براحتك عادي جدا، وكمان مسموح لك انك تشرب شاي اخضر وقهوه بس بدون سكر. وبعد كده بتقسم وجباتك وتقسم الكالوري بتاعك، وايا كان النظام الغذائي اللي انت عامله بتاكله في وقت الفطار بتاعك او بعد ما تخلص عدد ساعات الصيام بتاعك. طيب ازاي بقى اعمل الصيام متقطع واصوم وقت قد ايه وافطر وقت قد ايه؟ عندنا اكتر من طريقه. اول طريقه هو انك بتصوم 16 ساعه وبتفطر 8 ساعات. تاني طريقه انك بتصوم 20 ساعه وبتفطر 4 ساعات. تالت طريقه اللي بتكون قاسيه شويه او شويتين هو انك بتصوم 24 ساعه كاملين، يعني لو كلت النهارده الساعه 2 الظهر تاكل تاني يوم الساعه 2 الظهر، وبتعمل الحكايه ديت مرتين في الاسبوع، يعني يومين كاملين بتصوم فيهم، وباقي الايام بتاكل كميه الكالوري بتاعتك ونظام الدايت بتاعك اللي انت عامله اللي هيخسسك، اللي اكيد طبعا بيبقى اقل في الكالوري من اللي بتحرقه عشان خاطر تخس. وبتعملهم انهي ايام؟ الايامين دول اي ايام انت عايزها، سبت حد مش هتفرق معانا الايام ايه بالظبط. الفكره كلها انك تصوم 24 ساعه مرتين في الاسبوع وما يكونوش ورا بعض، اكيد مش هتصومهم 48 ساعه ورا بعض. رابع طريقه قريبه شويه من الطريقه الثالثه، ولكن بدل ما بتصوم صيام كامل في ال 24 ساعه اللي بتصومهم، لا انت بتاكل من 500 ل 600 كالوري في يومين الصيام دول. نفس القصه، بتصوم 24 ساعه بس بتاكل من 500 ل 600 كالوري مرتين في الاسبوع، ما بيفرقش معانا ايه هما الايام ديت، وطبعا ما يكونوش ورا بعض. طيب انهي نظام اعمله او انهي المناسب ليا؟ انت بتجرب النظام اللي انت شايفه مناسب ليك وبتعمله لمده شهر، لقيته مش مناسب ليك او في مشاكل مخليك تعبان بتغير وتاخد نظام غيره، وهكذا، وتجرب لحد ما تشوف انهي انسب طريقه في الصيام المتقطع مناسبه ليك. ممكن تجرب الاربعه وما تلاقيهمش مناسبين ليك، وتلاقي وانت صايم حاسس بتعب ومش قادر تتعايش مع الموضوع، عادي جدا يبقى الصيام المتقطع مش مناسب لجسمك وبطله. وطبعا عدد ساعات النوم بتحسبهم من عدد ساعات الصيام. طيب عدد الساعات اللي هاكلها تكون امتى؟ اول لما اصحى ولا في نص اليوم ولا امتى؟ ده بيختلف من شخص للتاني وبيعتمد عليك انت على حسب. لو انت شخص وجبه الفطور ديت مهمه جدا بالنسبه لك وما تقدرش تستغنى عنها ولازم تفطر عشان خاطر مودك الظبط ومتعود عليها، فخلاص بيبتدي الفطار بتاعك من اول لما تصحى ومن اول ما تبتدي تفطر. طيب لو انت شخص مش فارق معاك او كده كده بتعدي وجبه الفطار، يبقى وقت ما تجوع لما تصحى ووقت ما تحس ان انت خلاص عايز تاكل بتبتدي عدد الساعات اللي المفروض تاكلها، وبعد ما تخلص عدد الساعات اللي المفروض تاكلها بتخش بقى في عدد ساعات الصيام عادي جدا. طيب ايه بقى فوائد الصيام المتقطع دوت؟ اول حاجه هو انه بيقلل كميه الانسولين في جسمك، وكنا قلنا قبل كده ان كل ما كميه الانسولين بتقل كل ما كميه الدهون اللي بيخزنها جسمك بتقل، فبالتالي بيضطر ان هو يستخدم الدهون اللي هي اصلا متخزنه عنده، فبالتالي بتقل في كميه الدهون اللي في جسمك. تاني حاجه هو انه بيقلل كميه السكر في الدم، فبالتالي هو مفيد جدا لمرضى السكر. تالت حاجه هو انه بيزود الجروث هرمون. الجروث هرمون دوت مهم جدا لبناء عضلات في جسمك، وكمان بيحرق اكتر في الدهون لما يكون زايد. رابع حاجه هو انه بيساعد جسمك من التخلص من الخلايا الميته اللي فيه عن طريق ان هو بيحفز خلايا اسمها الاوتوفاج سيل.
الاوتوفاج سيل ديت خلايا اكله بتاكل الخلايا الميته في جسمك. طيب ايه بقى الاثار الجانبيه للصيام المتقطع؟ بتبقى حاجات بتيجي في الاول لان جسمك مش متعود على نظام الصيام المتقطع، وبتروح مع الوقت بعد 4-5 ايام، زي انك تحس بصداع وتحس بامساك، تحس باجهاد جسدي وعقلي كمان. بس مع الوقت كل الحاجات دي بتروح. وطبعا برضو بيحصل لك احساس جوع شديد جدا لو اول مره تجرب الصيام المتقطع، بس اتاكد ان احساس الجوع دوت مش هيستمر معاك طول فتره الصيام، هو بس كده موجه بتيجي تخبطك بتحسسك بالجوع، وبعد كده بتبتدي تروح وعادي تكمل يومك. وبرضو ممكن لو حسيت بالجوع قوي كده تبتدي تشرب ميه، تشرب قهوه، تشرب شاي اخضر، بس طبعا تكون الحاجات ديت من غير سكر، وهيبتدي الجوع يروح، وبعد وقت هتبتدي تتعود على نظام الصيام وهتبتدي تحس بالجوع اقل. طيب مين اللي ما ينفعش يعمل صيام متقطع خالص؟ اول حد لو حد حامل، تاني حاجه لو حد بيرضع طبيعي، تالت حاجه الاطفال يعني اقل من سن 16 سنه ما ينفعش يعمل صيام متقطع، رابع حاجه لو حد اندر ويت يعني وزنه قليل جدا، يعني مؤشر كتله الجسم بتاعه اقل من 18 ونص. وكنا قلنا ازاي تحسب مؤشر كتله الجسم قبل كده في فيديو، فهسيب لك لينك الفيديو فوق، ادخل اتفرج عليه. دول الناس اللي ما ينفعش يعملوا ابدا الصيام المتقطع. طيب مين اللي ما ينفعش يعمل الصيام المتقطع الا تحت اشراف دكتور؟ لو حد عنده الضغط او السكر، او حد عنده مشاكل في الهضم، او لو حد بياخد اي نوع ادويه، الناس ديت ما ينفعش تعمل صيام متقطع الا تحت اشراف دكتور. وبس كده وبكده كنا عرفت حاجات كتيره جدا عن الصيام المتقطع. لو لسه عندك سؤال او حاجه ما جاوبناش عليها وما قلناهاش في الفيديو دوت، اكتبها لي في كومنت وانا هجاوبك عليها. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، واللي اتمنى ان شاء الله ان هو يكون فادك بحاجه. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب وتشغل زر الجرس عشان خاطر يجيلك بقيه فيديوهاتنا الجايه، واللي ان شاء الله تساعدك انك تعيش صحه كويسه. كمان شوف فيديوهاتنا اللي فاتت واللي برضه هتكون مفيده جدا بالنسبه لك، وتعمل لايك لو عجبك الفيديو واستفدت بحاجه، وتكتب لي في كومنت تحت لو عندك اي موضوع عايزنا نتكلم فيه ويكون مهم. وكمان تشارك الفيديو ده عشان خاطر تساعد اكبر قدر من الناس ان هم كمان يوصلوا للمعلومه. بتمنى ليك صحه كويسه، اشوفك المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.